بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بأحلى مشاهدين في الدنيا. أنا فادية قاسم هقدم لكم طريقة روعة لعمل الفراخ المشوية. عمل الفراخ المشوية في البيت طلعت تحفة أحلى من المطاعم مليون مرة. مش هتبطلي تعمليها لو شفتي الطريقة وعرفتي سر الخلطة اللي بتتحط عليها. يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بالإعجاب والاشتراك في القناة وضغط على زر الجرس للكل عشان يوصل لكم كل جديد. شايفين بقى الفراخ بعد ما شويتها، ما اقولكمش على الريحة والطعم، حاجة كده وهم. بسيطة جدا وسهلة وهتطلع احلى كمان من طعم المحلات. هنشوفوا مع بعض الطريقة بكل مكوناتها وكل اسرارها. يلا بينا نشوف الطريقة. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. انا جايبه هنا 4 فرخات صغيرين. لقيتهم صغيرين كده، قلت ينفعوا يا اما يتحشوا فريك او رز بالبصل، يا اما يتشووا. فانا احفادي كانوا جايين اليوم ده عندي وعارفاهم ان هم بيحبوا الفراخ المشويه. قلت بقى ايه اعملها. زي ما انتم شايفين، بعد ما نضفتها كويس فتحتها من ظهرها، وبعدين عملت فتحات كده على الصدر وفتحات على الوراك. تعملي الفتحات دي علشان لما تيجي تتبليها تتبل وتشرب بقى من الملح ومن البصل من كل حاجة انت بتعمليها. فتحتها كده وهنعمل كل النماذج بنفس الشكل. تفتحيها كده بالسكينة او بالمقص لو اسهل لك. تفتحيها من ظهرها، تفتحيها كويس، وبعد كده تعملي فتحات زي ما انت شايفة كده. فتحات دي بس علشان اللحم بتاعها يشرب من التتبيلة وتبقى كلها طعم واحد، متبقاش بسلة، تبقى واخدة من الحشو بتاعها. زي بعد ما خلصنا هنجيب بقى البولة ونحط فيها معلقة ملح كبيرة ومعلقة سكر صغيرة وحبة خل. السكر والملح بينزلوا اي، والخل بينزلوا اي زفارة، بينزلوا اي بواقي دم. تبصي تلاقيها في المية وبقت الفراخ معاكي نشيفة جدا. سيبيها كده قد نص ساعة قبل ما تعملي التتبيلة بتاعتك. التتبيلة بتاعتك بقى عبارة عن طماطم وبصل وثوم. كمان معايا مكعب ليمون انا شايلاه في الفريزر، وكمان معايا معلقة صلصة ومعلقة هرسة الشطة وحبة بهارات عبارة عن ملح وفلفل اسود وتوم باودر، بصل باودر، وكاري وحبة بابريكا. ده البهارات اللي هنحطها. كمان معايا معلقتين زيت او ربع كوباية زيت صغيرة. هنحط كل ده في الخلاط. كمان ما تنسيش معايا معلقتين خل وكوباية زبادي. هنقطع الطماطم والبصل والثوم كله هنحطه في الخلاط بتاعنا. اسهل حاجة تحطيه يا اما في الخلاط يا اما في الميكسر علشان كله يمتزج ببعضه. هنحط كل المكونات بتاعتنا، الليمون وهرسة الشطة والخل والزيت والزبادي زي ما انتم شايفين كده الخل. وهنلفها كام لفة كده. انا افتكرت الزبادي بقى في الاخر هنحطها في الاخر. زي ما انتم شايفين كده كوباية زبادي كده صغيرة تحطيها عليها، بتخلي الفراخ بتاعتك طرية وانسجتها طرية جدا. هنعمل المزيج ده كله مع بعض. بعد ما خلصنا التتبيلة بتاعتنا نبدأ نشوف الفراخ بتاعتنا. هنصفيها من المية بتاعتها ونغسلها تاني، نشطفها شطفة كده صغيرة، وبعدين نبدأ نتبلها. هنجيب بولة تانية وتحطي الفراخ بتاعتك وتتبلي بقى واحدة واحدة كده. المهم تدخلي كل التتبيلة في الفتحات اللي احنا فتحناها من بره ومن جوه. تفتحي الفرخة كده عشان تشرب التتبيلة بتاعتك. انت ممكن تعملي الحكاية دي قبليها مثلا ساعتين 3، او ممكن قبليها بيوم. يعني يا سلام لو عملتيها قبليها بيوم، ده بتبقى الفراخ الصبح يعني شبه مستوية. طبعا الخل والليمون والطماطم وكل شربت من ده كله، وفي نفس الوقت الأنسجة بتاعت الفراخ بتاعتك خلاص دابت شوية. كمان الفراخ أصلا صغيرة فمش هتاخد وقت في الشوي. زي ما انتم شايفين كده هنقفلها كده بالسكوتش وتسيبيها بقى في التلاجة بتاعتك لتاني يوم، او زي ما بقول لك لو عملتيها الصبح بدري تخلصي حاجتك وبعدين تبدأي تشوي في الفراخ. بعد ما خلصناه يعني طلعتها كده من التلاجة، هنشوف هنعمل فيها ايه. هتفضيها خالص من التتبيلة علشان التتبيلة دي ما تتحرقش منك في الشوي وانتي بتشوي.
هتنفضيها خالص من التتبيلة بتاعتها. هنا جريل بقى او طاسة او اي حاجة عندك بتشوي عليها، بتحطي كده معلقة سمنة كده بسيطة، تمسحيها كده بمعلقة سمنة، وفي نفس الوقت تخلي الجريل بتاعك يسخن قوي علشان يعني ياخد صدمة ويقفل المسام بتاعت الفراخ، وكمان تاخد لون حلو. سلام بقى على الريحة بتاعت الفراخ، ما اقولكمش على جمالها، كأنك قاعدة في مطعم كده وشم ريحة الفراخ كده وهي بتتشوي. زي ما انتم شايفين طبعا هي ما استوتش خالص، يعني هي استوت نص سوا كده او تلت سوا. هنحط كده، نفتح البتاع ونحط من التتبيلة بتاعتنا عشان تطرى معانا. طبعا فيها الزبادي بتطريها، اول ما تاخد لون من الناحية التانية بتطلعيها وتحطي الفرخة التانية او القطعة التانية. طبعا الكلام ده يمشي طبعا على لو قطعتي الفرخة مثلا على 4/4 ممكن تعملي نفس الحكاية، بس على 4/4. يعني انا المرة دي عشان عندي ضيوف وعملتها كده كاملة، وبعد كده هنقطع بقى زي ما انا عايزة. زي ما انتم شايفين كده واخدة اللون الذهبي الجميل ده، والحتت المحروقة دي عاملة ريحة بقت الشوي في منتهى الروعة. هنا طبعا التتبيلة اللي فاضلة دي مش هرميها، هنحطها في الصاج بتاعنا كده، وهنحطها على البوتاجاز من فوق عادي او في الفرن تكمل سوا بقى وتاخد السوا بتاعها. بعد ما حطيتها على البوتاجاز هنحط، انا عامله بصل جوليان وفلفل الوان مقطعهم كده جوليان كده، هنحطهم على الوش، بيبقى طعمهم جميل كمان لما تيجي تاكليه مع رز بقى، مع اي حاجه هتبصي تلاقي طعمهم في منتهى الروعه. هنسيبها على البوتاجاز شوية تسخن، وبعدين هندخلها جوه الفرن كده على نار 200 أو 250، وتسيبيها قد تلت ساعة، هتبصي تلاقيها وتغطيها تبصي تلاقيها طلعت زي اللوز. زي ما انتم شايفين كده لونها، والصوص بتاعها تقل معاكي، وزي ما بقولك معاها رز أبيض أو رز أصفر بالخلطة، بتبقى طعمها في منتهى الروعة. يا ريت زي ما بقول لكم ما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، ما تنسوش اللايك عشان يوصل لناس تانية. اسيبكم في رعاية الله وحفظه. كانت معاكم فادية ياسر.